ده جني فعلا. اسود. في ايه؟ شكلك. تعالى بس ما تخافش. لا فين؟ انت عايزه حاجه؟ انا كنت عايزه اقول لك على حاجه صغيره. انا بس لا انا اللي بس ده انا هخرج واسيب المكان كله. حاول. بيبان القصر كلها مقفوله ومش هتفتح الا بامري. يا نهار مش فايت. طب ليه كده بس يا بنت الناس؟ انا جاي هنا في مهمه محدده. ماليش في الكلام اللي في دماغك ده. وقلت لك قبل كده ان انا راجل متجوز وبحب مراتي. وهي فين مراتك دلوقتي؟ مفيش اي حد هنا، يعني احنا لوحدنا. بس ربنا شايفنا ومطلع علينا. انا ممكن باشاره دلوقتي واحده من ايدي اسلبك ارادتك واخليك زي الخاتم في صباعي. طب وده اسمه كلام؟ يعني ينفع كده؟ بس انا عايزك بارادتك. عين العقل. جودر، انا من ساعه ما شفتك في القصر ايوه. وانا حسيت باحاسيس كتيره قوي. حسيت ان انا بحبك. لا جوهره، علي ابوس ايدك. جودر، انا بس عايزه افهمك. وانا قاعد كده بفكر، عدت جنيه من صحباتي بتوع زمان دول، شاورت لها عادي، بس بعدين دماغي اشتغلت في حاجات مش ولا بد. سيدي جودر، هو انا كده مش كويس؟ مش كويس مين؟ ده انت كده كويس ونص. بس خليك جنبي هنا ما تمشيش. بس مش عايز اشتتك. لا تشتتني. انصرف يا داهش لاحرقك. هي كلها بقت بتحرق ولا ايه؟ اولا انت مالكيش حكم عليا ولا في عهد بيني وبينك عشان تحرقيني. ثانيا لولا انك بنت الشيخ عبد الاحد انا كان زماني اذيتك. جدع جدع يا داهش، اديها. طب اتكل بقى انا عشان ما اشتتك. لا تعالى هنا، اقعد جنبي. مش هشتتك؟ لا احكي لي بقى حكايه الجنيه اللي انت شفتها دي يا سيدي، يا حته جنيه عندها 2000 سنه